تعرض لاعب نادي الشباب السعودي ماجد عبد الله لإصابة خطيرة مساء يوم الجمعة في المباراة التي خسرها فريقه ضد مضيف دمك ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. وصدم البالغ من العمر 18 سنة بالرأس مع أحد لاعبي دمك في حدود الدقيقة 90 بعد صراع على كرة هوائية ليسقط أرضا وتعرض لحالة إغماء، حيث نقل للمستشفى لتشخيص إصابته الخطيرة بعد أن ذكرت تقارير إعلامية سعودية أنه ابتلع لسانه. وأصيب لاعبو الفريقين بالهلع وسط الملعب بسبب الطريقة التي سقط بها ماجد عبد الله، حيث يظهر أنه فقد وعيه حتى قبل نزوله فوق العشب. تقدر الإشارة إلى أن اللاعب شارك بديلا في المباراة بعد أن دفع به المدرب في الدقيقة 83، وبعد أقل من ربع ساعة وجوده في الملعب تعرض لإصابة خطيرة. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لتصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.